انا عارف انك في خطر. انا كمان في خطر. عارف ان عقلك مخطوف ومتساب في حتة ضلمة. انت مش لوحدك. انت Brain rot. Survived the brain rot pandemic. Brain rot. Brain rot? Something is rotting our attention. لو مش فاهم ايه بيحصل في دماغك مؤخرا فالحلقة دي ليك. في سنة 2025 في مدرسة من مدارس ولاية كاليفورنيا في أمريكا، قرر مجموعة من المدرسين إن هم يمنعوا استخدام جملة اسمها باليرينا كابتشينا أو كابوتشينو، بعد ما لقوا إن الأطفال في الفصول بتاعتهم بيقعدوا يهمسوا لبعض بالجملة دي، بعدين يقعدوا يضحكوا. المدرسين في الأول كانوا مستغربين جدا من الجملة دي والأطفال دول بيقولوا إيه. بعدين الموضوع اتطور وبدأوا يقولوا كلمات كتير غريبة المدرسين دول ما كانوش يعرفوها، بدأوا يعملوا حركات غريبة بوشهم وحركات غريبة على ودانهم، كلها تعبيرات مش مفهومة بالنسبة للمدرسين. طيب يطلع ايه بقى الباليرينا كابتشينا دي؟ بصراحة مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس هي راقصة باليه براس فنجان. مرحبا بك فيما يسمى بالإيطاليان برين روت. في بداية سنة 2025 ظهر حساب على التيك توك بفيديوهات فيها كلمات إيطالية محطوطة ورا بعض بشكل غريب. الكلمات دي كانت عبارة عن كلمات عادية وشتايم ميكس كده غريب. كانت بتقولها سمكة قرش ب3 رجول ولابسة نايكي. والله ايوه حصل. تاراريلو تاراللا. انا مش عارف ازاي بقول حاجة زي كده. كمل معايا. الفيديوهات دي طلعت ترند، وبعدها الحساب ده اتقفل تماما من على تيك توك، لكن اتفتح علينا طوفان من الحسابات اللي بتقدم نفس الجنون باشكال اكثر تطرفا وشخصيات مجنونه اكتر من باليرينا كابتشينا. يعني في شخصيه انا والله بحاول اقول اسمها بس انا مش عارف اقول اسمها ازاي، هي عباره عن طيار هليكوبتر براس تمساح، وشخصيه السوسيز ده زائد راقصه الباليه باليرينا كابتشينا. وزي الفنان ما قال، شفت دي كان شايل فيل، شفت نمله ديلها طويل. يعني بغض النظر عن التشبيه، بس المشكله ما كانتش في الشخصيات. يعني انت مصدق ان في ليفا مصاحبه سنجاب ونجمه بحر قاعدين بيشوا باربيكيو تحت الميه؟ كبر مخك. الفكره كانت في حاجتين: اللغه اللي بيتكلموها والمحتوى اللي بيقدموه. وعشان تعرف بيقدموا المحتوى ده ازاي فلازم احكي لك شويه عن اللغه اللي بيقدموا بيها. في نسخه اتعملت اسمها الامريكان برين روت، ودي نسخه فيها شويه كلمات من الانجليش متحوره، زي اوسم مثلا بيقولوا عليها سيجما، وزي قشطه بيقولوا عليها سكيبيدي. الباحث ادم اليكزيك بيشرح ان اللغه دي بدات على منصات زي التيك توك، ومره واحده انتشرت بين جيل الفا بقوا يتكلموها عادي في الشارع. ذكر كل ده في كتابه الجو سبيك، وهو ده بالظبط اسم اللغه دي، الجو سبيك. الجو جايه من الجوريثم وسبيك جايه من الكلام، وهي دي الطريقه اللي بيقدموا بيها المحتوى ده، ان اللغه دي بتضلل الالجوريثم عن حاجات هو بيمنعها. فمثلا بدل ما تقول انتحار او قتل هتستخدم اكسبريشن زي انا لايف، وفي مصطلحات تانية بس بلس 18 مش هينفع اقول. وعن طريق اللغه دي اقدر امرر اي افكار عن طريق المحتوى بتاعي، ممكن تكون افكار خطيره او غير مناسبه بدون ما المنصه تقدر تكتشفها. كنت بتتريق على بتوع ايجيبت عشان بيتكلموا فرانكو، اهو جالك ناس بيتكلموا بلغه اصعب من الفرانكو. المشكله الاساسيه في المحتوى مش في اللغه، لان ساعات المحتوى ده ما بيبقاش فيه كلمات اصلا، مجرد صريخ او اصوات على حركات غير مفهومه. طبعا مش محتاج اقول لك ان الحركات الغير مفهومه دي بتقدمها اشكال غير مفهومه اصلا، وبتعمل حاجات مش منطقيه، وهو ده بقى اللي بيأثر على الدماغ. والمحتوى ده جايب ملايين الفيوز لاطفال عمرهم تحت 15 سنه. ايوه بقى ايه، قول ان انت منفس من الفيوز دي كلها وعامل القصه دي عشان يجيبوا فيوز عاليه. وبعدين ايه المشكله يعني لما يبقى في لغه بيتقال فيها قشطه ومش عارف ايه؟ ما الكلام ده طلع برضو عندنا هنا والدنيا مشيت يعني، واهلنا برضو ما كانوش فاهمين المصطلحات دي في الاول. بما انك صوتي الداخلي فانا بحسدك على ذكائك المحدود، بس عشان انا وانت واحد فانا بحبك يعني، فمضطر اشرح لك. قول لي بقى، سمعت عن الماده البيضاء؟ مش التانية اللي بتدخل السجن، لا، دي ماده في القشره الدماغيه للاطفال بتربط اجزاء الدماغ ببعضها، وهي دي المسؤوله عن دعم مهارات التفكير والتركيز واللغه. لقوا ان الاطفال اللي بتقضي وقت قدام الشاشات بتستهلك محتوى ايا كان هو محتوى ايه، عندهم نقص في الماده دي مقارنه باطفال تانيين ما بيقضوش وقت قدام الشاشات، بسبب انهم قاعدين بيتلاقوا بدل ما يمارسوا نشاطات تطور من مهارات دماغهم. فتخيل بقى لو الوقت اللي قضوه قدام الشاشات دي مر لدماغهم افكار خطيره من محتوى خطير او سطحي، والمحتوى ده ما بيتقفش، تخيل ايه بقى اللي هيحصل في دماغهم. واستناني بس كده قبل ما تهرب، الموضوع ما وصلش لحد الاطفال بس. دراسه في الصين اتعملت لقوا ان 95% من اللي بيستخدموا الانترنت بيقضوا يوميا 2.5 ساعة على منصات زي تيك توك وانستجرام، بيتفرجوا على ريلز. خد بقى الكبيره، جاهز؟ لقوا ان الناس اللي بتقضي وقت طويل تتفرج على ريلز وتيك توك سلوكهم مشابه لسلوك المدمنين. يعني تخيل، في مدمن قمار ومخدرات ومدمن فيديوهات ASMR. إيه لا ادمان ايه يعني؟ الحقني بالحل. في الواقع عشان اقول لك الحل لازم نفهم الاعراض.
مش جايز اكون بضحك عليك. الدماغ فيه مسارات عصبيه، اي حاجه بيعملها في يومنا وبتتكرر المخ بيبدا يعمل لها مسارات بحيث تبقى اسرع، وده مثلا اللي بيخليك لما تيجي تتعلم السواقه في الاول بتكون اعصابك مشدوده وماسك الدريكسيون جامد، ظهرك مفرود وكل حواسك شغاله، حتى ما بتبقاش قادر تبص على مرايه العربيه جنبك. بس بعد فتره بتلاقي نفسك بتفطر وتشرب شاي وتتكلم في الموبايل ومش بعيد تغير هدومك وانت سايق. نيجي لدايرة الإدمان، وهي عبارة عن محفز تريجر، وأكشن فعل أنت بتعمله سلوك إدماني، ومكافأة اللي هي غالبا دوبامين. تكرار الدايرة دي بدون ما تكسرها بيحولك لمدمن، عندك سلوك إدماني. ليه؟ لأن المكافأة كبيرة. الدوبامين اللي بيتفرز في عقلك أوقات بيوصل ل10 أضعاف الدوبامين اللي بيتفرز في النشاطات العادية، زي إنك تقرا كتاب، إنك تنزل تمشي، إنك تلعب رياضة، بتاخد 10 أضعاف. فإيه اللي يخلي دماغك يحب ياخد دوبامين؟ هتعمل فيه مجهود عن دوبامين أنت ما بتعملش حاجة غير إنك ماسك موبايلك وبتقلب وبس. يا سلام يا اخويا، يعني التيك توك والانستجرام هما اللي هيدوني 10 اضعاف كميه الدوبامين؟ ليه يا عم؟ بص، هو انت بتتكلم كتير وانا كنت عارف انك مش هتصدقني، فهثبت لك. كام مره رحت مسكت الموبايل عشان تطلع رقم او تترجم كلمه او تتصل في التليفون بحد ولقيت نفسك نسيت انت كنت جاي تعمل ايه وقاعد فاتح فيديوهات تيك توك؟ كشفتك، ها كشفت اهو. مسكه الموبايل دي هي التريجر، هي المحفز، وانك تفتح فيديوهات تيك توك هو ده السلوك اللي انت بتعمله، وفي الاخر بتاخد دوبامين بقى، تتبسط بقى، انت عمال تتفرج على فيديوهات وما بتعملش اي حاجه وايه الدنيا عماله تجري معاك. وقعتك السوداء يا وهدان، يا خرب بيتك يا وهدان. استنى بس، لا تهلع لا تهلع، هقول لك تنجو ازاي. وجاي لك بلوت تويست في الاخر. بص، حاجه كريستوفر نولان. عشان تنجو من اي ادمان سلوكي لازم تكسر الدايره، يعني لازم تشيل عنصر من عناصر دايره الادمان. وقبل ما تفتكر ان الموضوع ده سهل، فاحب اقول لك ان كل ما معدل ذكائك بيزيد، حاجات اللي عقلك بيديها لك كتبرير ان انت ما تكسرهاش ازيد ومنطقيه اكتر، فانت كانك بتحارب عقلك هو اللي مدمن يا صاحبي. خد بقى التويست ده، متابعة محتوى الريلز والمحتوى القصير لحد دلوقتي مش ادمان طبيا. يعني انت كل ده مسوحني وانا اللي كل ده فاكرني محتاج اتعالج؟ ايه انت محتاج تتعالج يعني. استنى بس، جاي لك. هم اكتشفوا ان في نشاط بيحصل في دماغ الناس اللي بتتابع المحتوى القصير مشابه تقريبا لنشاط الناس المدمنين، واكتشفوا تقريبا ان اعراضهم واحده، زي ضعف الذاكره والنسيان. واحده اسمها ماريا بتحكي وتقول ان جوزها راجل مبيعات وعنده 42 سنه فجاه بدا ما يركزش في الاجتماعات وكمان ينسى مواعيدها. تاني حاجه تشتت الانتباه وضعف التركيز، زي مثلا انك ما تقدرش تكمل صفحتين قرايه في اي كتاب وايدك دايما بتروح للموبايل. تالت حاجه شعور بارهاق مستمر حتى لو نمت كويس. رابع حاجه الانعزال الاجتماعي، ان ممكن تبقى قاعد وسط ناس بس حرفيا انت مش قاعد وسطهم، بيكلموك وماسك موبايلك بتتفرج على ريلز. وده برضو ست حكته عن بناتها الاتنين وهي بتناقشهم في حاجات ليها علاقه بامتحانات الفاينل بتاعتهم، وهما الاتنين كانوا منفصلين تماما، وفجأة حياتهم بدأت تتحول ان هما ما بيتكلموش مع بعض. وخامس حاجة واصعبهم بلادة الدوبامين. بيدبلر يعني حسك الفكاهي مش حلو. بلادة الدوبامين دي يعني انت بتحتاج المزيد والمزيد من الدوبامين. الانشطة اللي انت كنت متعود انك تعملها وتديك دوبامين بتبقى محتاج اكتر منها، اكستريم اكتر. كنت بتتفرج على ساعة عايز تتفرج على ساعتين، كنت بتشوف ساعتين عايز تشوف 3، كنت بتتفرج على محتوى بيضحك عايز تشوف محتويات اكشن وعنف وموت. لا حول ولا قوة الا بالله. شفت ذاكرتك باظت ازاي؟ عامة عشان نوقف السلوكيات اللي زي كده انت محتاج تبدأ تغير من نمط حياتك، محتاج تحدد وقت تستخدم فيه موبايلك، محتاج تحدد اماكن تستخدم فيها موبايلك. مثلا ما تدخلش بيه الحمام وما تستخدموش قبل النوم، وحاول دايما تستبدل اي محتوى سطحي بمحتوى مفيد. وبالنسبة لو اطفال فنحاول نقلله خالص، نمنعه. غالبا هتحس باعراض انسحاب في الاول، وهنا بقى بيجي دور تغيير السلوك. الوقت اللي انت كنت بتقضيه في التيك توك والريلز ممكن تجرب تعمل فيه هوايه جديده، انك تلعب شطرنج، انك تقرا كتاب، يا عم العب سودوكو، حل كلمات متقاطعه. ومع الوقت مستويات الدوبامين هتبدا ترجع تاني طبيعيه، وهتحس ان عقلك بيتنفس. وبرغم ان مصطلح تعفن الدماغ لحد وقتنا الحالي هو مش مصطلح طبي، لكنه مصطلح حقيقي واعراضه موجوده وبشده في مجتمعنا، وبيأثر على يومك بسبب استهلاكك لمحتوى قصير وغير مفيد. اوقات كتير محتوى بيديك جرعات كبيره وسريعه من الدوبامين، والموضوع ده بيحصل بشده مع الاطفال اللي لسه بيكونوا مهاراتهم عن طريق ان هم بيتفرجوا على محتوى سطحي وغير مفيد، لكن معمول باشكال ولغه جذابه وصايعه جديده تخدعهم وتخدع كمان المنصات اللي بتقيد المحتوى ده او حتى تلعب في دماغهم. مصطلح تعفن الدماغ ده اوكسفورد في 2024 قالت ان هو اكتر مصطلح الناس استخدمته، وده دليل على ان الموضوع كبير وما ينفعش يتسكت عنه. فما تنساش ان دماغك يستحق احسن من كده، فنضف الالجوريثم.
تعالى لي بقى انا شايفك متفرج على الحلقه دي على 6 مرات وتقول لي ما عنديش تشتت انتباه. طب يا عم ما تنساش بقى ما تنساش تبقى تعمل لي سبسكرايب وتبعت لاصحابك الفيديو بدل ما انت عمال تبعت لهم ريلز. يلا ابعتوا لهم يلا سلام عليكم، في رعايه الله، في رعايه الله.